العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا الأكارم، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مستشفى مرحنو يقدم خدمات رعاية مشهودة لمرضى السل. رئيسة المرأة تعقد ندوات لعضوات قوات الدفاع. البساتين في فورتوسا تساهم بفعالية لتلبية متطلبات الأسواق. واشنطن تقصف بطائرات F-16 منشأتين للحرس الثوري شرق سوريا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة. و27 قتيلا على الأقل في أكابولكو بالمكسيك إثر مرور الإعصار والتيس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أوضح مدير مستشفى مرحنو لمرضى السل الممرض قبر مسك البلاي لوكالة الأنباء الإريترية إرينا إن رعاية الحجر الصحي لمرضى السل في مستشفى مرحنو ظل يحقق نتائجا مرضية. وقال إن المرضى يمكثون في المستشفى لمدة 6 إلى 9 أشهر، وأن فرص شفائهم تصل من نسبة 85 إلى 91%. وذكر بأنه يجب على مرضى السل المقاوم أن يتناول أدويته بشكل صحيح لمدة 1 و6 أشهر، مضيفا أنه بعد 6 إلى 9 أشهر في المستشفى سيتم علاج بقية المرضى في المنازل. وأوضح بأن الحكومة تقدم منذ سبتمبر 2013 دعما ماليا شهريا قدره 1500 نغفة للمرضى حتى إكمال علاجهم في المستشفى، ويسهم ذلك بشكل كبير في حدوث مصاعب اقتصادية في أسرة المريض. وأشار خبير الفحوصات المخبري الممرض حدش قبرز قابهير إلى أن المتابعة والفحوصات المتواصلة تستمر حتى الشفاء التام. وأفاد مسؤول الإدارة والمالية في المستشفى الممرض زايد سيلم أن وزارة الصحة تبذل جهودا متواصلة لسد احتياجات مستشفى مرحنو. يوجد حاليا 28 مريض سل في المستشفى. عقدت رئيسة المرأة الإريترية السيدة تخا ميكائيل ندوات للعضوات التي يقمن بواجبهن الوطني في صفوف وحدات قوات الدفاع. وفي حديثها في الندوات التي عقدت في مديريتي بارنتو وشامبيقو يومي 23 و24 من أكتوبر، قالت السيدة تخا إن مساهمة المرأة الإريترية في تحقيق الاستقلال والحفاظ عليه يحتل فصلا خاصا في التاريخ الإريتري. وقالت الوعي هو السلاح الأساسي. وأضافت أنه يجب على الشابات أن يكونن نشيطات وتنافسيات في مجالهن، فالمرأة الواعية والمتعلمة هي عماد المجتمع. واختتمت حديثها بالقول إنه على الرغم من الممارسات والمواقف الضارة التي تحد من دور ومساهمة المرأة، إلا أنه يجب إشراك المرأة بشكل فعال في كافة المجالات. وذكرت رئيسة المرأة في القاشبركة السيدة يحدقا يوحنس أن الوعي والمشاركة المتزايدة هي نتيجة الإنجازات في وراثة القيم. وحثت المشاركات في الآراء التي أدلين بها المنظمات على النزول إلى صفوف وحدات قوات الدفاع وتنظيم منتديات وأنشطة توعوية بشكل منتظم وتشجيع التدريب المهني. البساتين التي يجري تطويرها في مديرية فورتوسا وإقليم القاشبركة تقدم مساهمة فاعلة فيما يتعلق بتلبية متطلبات الأسواق المحلية وخارجها. وأوضح أن هناك 2500 هكتار من البساتين على طول حوالي 100 كيلومتر من ضفة الوادي في ضواحي هوميب وفورتو وتلاي ومولوبير، وتبلغ 300 ألف هكتار من الخضار والفواكه. من جانبهم أكد المزارعون أنهم يزودون الأسواق بما يحتاجونه من خضار وفواكه وكذلك القمح والطاف بأسعار مناسبة. وأشاد سليمان محمد علي المدير التنفيذي لإدارة مديرية فورتوسا بمساهمة المزارعين وحثهم على تطوير منتجاتهم من الخضار فقط من خلال زراعة الأشجار الكبيرة والفواكه ومراعاة السلامة البيئية.
وحث رئيس وحدة التنمية الاقتصادية السيد أعباي جبر أملاخ المزارعين على ممارسة أساليب الحصاد التي تراعي سلامة الإنسان والحيوان واستخدام المبيدات الحشرية. عقدت اجتماعات في مدينة كرن يوم 25 من أكتوبر لمناقشة سبل رفع وعي المجتمع ومكافحة الجريمة. وناقشت الاجتماعات التي عقدت في 3 إدارات ضواحي دور الشعب في ضمان الأمن في مناطقهم وأهمية تعزيز العلاقات بين الشرطة والشعب في مجال مكافحة الجريمة والمخالفات وعواقب الممارسات الضارة ومكافحة الظواهر غير الأخلاقية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني الملازم أمناي زودي أنواع الجرائم المرتكبة وأسبابها، وحث الآباء على زيادة دورهم وإقامة علاقة وثيقة مع الشرطة. وذكر وجود شرطة أهلية في كل ضاحية ويجري العمل على حل القضايا المصغرة بالصلح. وحث المشاركون أولياء الأمور على مراقبة الأطفال لأن قيادة الأطفال غير العارفين على قوانين المرور للدراجات الهوائية بات أمر منتشر، ووضع حد للسرعة الفائقة للسيارات والدراجات في المدينة ومراقبة مقدمي الخدمات الذين يعملون خارج إطار القانون. دعا مسؤول فرع جمعية ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو الجسدي في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد تسفاي تخلى إلى تعزيز دور الشركاء لزيادة وعي المجتمع حول الإعاقة الذهنية والجسدية. وشرح أهداف الجمعية ورسالتها موضحا برامج دعم المواطنين ذوي الإعاقة الذهنية. وقال إن الجهود مستمرة مع الشركاء لدعم المعاقين ذهنيا وأسرهم، مناشدا الشركاء لتعزيز دورهم في جهود حصول المعاقين ذهنيا على التعليم. ودعا أولياء الأمور إلى وضع أبنائهم داخل المنزل وعزلهم إلى عدم وضع أبنائهم داخل المنزل وعزلهم والعمل لاندماجهم في المجتمع. استشهد في 27 من أكتوبر المناضل الكبير العميد دانيال أبراهام مبرهتو جعاي عن عمر يناهز 71 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل دانيال بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1971 وخدم إبان الكفاح التحرري في مختلف وحدات التنظيم من الجندي العادي إلى قائد فرقة عسكرية، وبعد الاستقلال في هيئة إدارة وزارة الدفاع ليخدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص. الشهيد المناضل العميد دانيال أبراهام متزوج وأب ل3 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى ظهر يوم غد السبت 28 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب هيئة إدارة وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل العميد دانيال أبراهام، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى منشأتين شرقي سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا. وأضاف أن الضربات تمت بأمر من الرئيس جو بايدن في إطار الدفاع عن النفس، وأكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على الأمريكيين وستدافع عن مصالحهم. ووقعت الضربات بالقرب من مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق، ونفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز F-16 باستخدام ذخائر دقيقة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير. وأضاف المسؤول أن الضربات استهدفت مخزنين للأسلحة والذخيرة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط، موضحة أن هؤلاء الجنود إما أنهم وصلوا بالفعل أو في طريقهم إلى المنطقة، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران، وعلى حد قول الوزارة.
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مستهل زيارة نادرة إلى واشنطن عن أمله في علاقة مستقرة بين بلاده والولايات المتحدة اللتين يسود توتر شديد بينهما. وقال الوزير الصيني قبيل اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: نسعى إلى تطوير تعاون سيفيد الجانبين من أجل استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وإعادتها إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة. ويعقد الوزير في واشنطن سلسلة اجتماعات تشكل موضع ترقب شديد وتهدف إلى تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، وقد تفضي إلى الإعلان عن زيارة قريبة للرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة. واستقبل بلينكن نظيره الصيني في اجتماع ثنائي تلاه عشاء عمل مغلق وفق وزارة الخارجية الأمريكية. كذلك يبحث المسؤولون الأمريكيون مع الوزير الصيني في التقارب بين بلاده وروسيا والحرب في أوكرانيا، ويتوقع أن تتناول المحادثات أيضا الحرب الإسرائيلية على غزة. أعلنت الحكومة المكسيكية أن 27 شخصا على الأقل قتلوا واعتبر 4 في عدد المفقودين بعد مرور الإعصار القوي أوتيس في أكابولكو ومنطقتها بجنوب غرب المكسيك. وضرب الإعصار أكابولكو ترافقه رياح بسرعة 270 كيلومترا في الساعة تسببت بانقطاع الاتصالات مع المدينة، ما حال دون ورود المعلومات بسرعة بشأن الخسائر البشرية والمادية. وقالت وزيرة الأمن روزا أيسيلا رودريغير خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس الجمهورية: للأسف تلقينا تقاريرا من حكومة الولاية والبلدية يفيد بمقتل 27 شخصا وفقدان 4 أشخاص، وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة في اتجاه واحد فقط بحسب الوزيرة. أكدت السلطات المحلية البرازيلية أن انتشار إنفلونزا الطيور بين الثدييات خلق حالة من القلق في البلاد. وقالت السلطات في بلدية سانتا فيتوريا دو بالمار الواقعة في ولاية ريو جيراندي دو سول أن ما لا يقل عن 164 من أسد البحر نفق بسبب إنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة. وأشارت صحيفة بولسو البرازيلية إلى أنه في خلال أسبوع نفق حوالي 400 أسد بحر بسبب إنفلونزا الطيور. وأبلغت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية عن أول ظهور للمرض في الثدييات البحرية في كاسينو، وهو شاطئ آخر في ريو جراندي دو سول في أوائل أكتوبر. وعلى الرغم من هذه الأرقام المثيرة للقلق، تحافظ الحكومة البرازيلية على وضعها الخلو من الأمراض في الإنتاج التجاري. وتسببت إنفلونزا الطيور في تدمير الحيوانات البحرية في بيرو وتشيلي والأرجنتين، مما تسبب في مشاكل عضلية وعصبية وتنفسية خطيرة لدى الحيوانات. مشاهدونا، نختم نشرة هذا المساء بتذكير أبرز العناوين. مستشفى مرحانو يقدم خدمات رعاية مشهودة لمرضى السل. رئيسة المرأة الإرثية تعقد ندوات لعضوات قوات الدفاع. البساتين في فورتوسا تساهم بفعالية لتلبية متطلبات الأسواق. واشنطن تقصف بطائرات F-16 منشأتين للحرس الثوري شرقي سوريا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة. 27 قتيلا على الأقل في أكابولكو بالمكسيك إثر مرور الإعصار. مشاهدينا، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.